شويه فوق لوطوغوت ترسو عليا الزاج. شوفي انت لاباس عليك دابا شويه ما جا مصلى داخل لي في عيني الزاج. عايزني كنحسبها فاز. نهار الاربعاء بالضبط هو النهار اللي تلعب فيه كلاسيكو المغرب اللي كيجمع ما بين جوج اعرق افراقي في المغرب اللي هما الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. هذا الكلاسيكو على مر السنين لطالما عودنا بمتعه كرويه وجماهيريه كبيره، بحيث حتى ادى الصراع ما بين جوج ديال اكبر قواعد الجماهيريه اللي كاينه في المغرب وفي افريقيا اللي هما ديال الرجاء البيضاوي والجيش الملكي المغربي. هذا الشيء اللي كيؤدي ديما انه يكون واحد الضجه اعلاميه كبيره قبل من الماتش ديال الكلاسيكو اللي كيجمع ما بين هاد جوج ديال الفرق. ولكن هاد الاربع اللي داز كان نهار منفرد في تاريخ هاد الكلاسيكو، حيت لاول مره من بعد مده طويله خصوصا واحد 5 سنين ولا 6 سنين ما تجمعوا هاد الجماهير في تيران واحد في البطوله الوطنيه الاحترافيه ولا البطوله الوطنيه برو انوي. هادشي كامل اللي دار واحد الضجه اعلاميه كبيره، وماشي غير هادشي، كذلك دخول الياس المالكي ارضيه الملعب ودار واحد الضجه كبيره خصوصا في صفوف جماهير الرجاء. هادشي كامل وكثر غادي ندويو عليه في هاد الفيديو، وغادي نعرفوا التفاصيل كامله في هاد الفيديو. كونوا في الموعد، نتلاقاو نروح لعند رخصير ونبدا. ونبداو الفيديو ديالنا. كما قلنا لكم هذا الكلاسيكو كيعود المغاربه كاملين على واحد التشويق كبير كيبدا من قبل المقابله وحتى من بعد المقابله، حيث التاريخ اللي جمع ما بين جوج هاد الفرق كان طويل بزاف. كانوا انتصارات الفريق الرجاء وانتصارات الفريق الجيش وتعادلات بيناتهم وهزائم مدله لكلا الفريقين. هادشي كامل اللي عود المغاربه على التشويق وعلى حب هذا الماتش، خصوصا ان احنا كنعرفوا اكثر المقابلات يعني تشجيعا ومتابعه في التلفاز هما مباريات الكلاسيكو والديربي. هاد جوج ديال المقابلات اللي كيعودوا المغاربه على واحد التشويق والاثاره جماهيريا وكرويا. هاد الاربع اللي فات طرات واحد الحاجه اللي ما طراتش مده طويله، هو ان فريق الرجاء البيضاوي غادي يستقبل في الملعب ديالو من بعد ما انهم جددوه وقادوه، فالجماهير ديالهم من بعد انهم كانوا كيقولوا انهم غيكونوا مقاطعين فرجعوا قرروا انهم يحضروا في التيران واقتناوا جميع التذاكر ديالهم. وماشي هادشي المميز فقط اللي كان في هذا الماتش، بل حتى فريق الجيش الملكي عطى التذاكر للجمهور ديالو الكبير وخلاهم انهم يحضروا في ملعب واحد مع جمهور فريق الرجاء البيضاوي. قبل ما نكمل هذا الفيديو بغيت نقول لكم انا في هذا الفيديو بكوني مشجع لفريق الجيش الملكي غنكون محايد، ما غنعطي رايي لا في جمهور الرجاء لا في جمهور الجيش، حيت كنكليهم بجوج الاحترام. ونكملوا هذا الفيديو ديالنا. كما قلنا ان الجمهور غادي يتجمعوا في بلاصه وحده من بعد مده طويله، ومن بعد حنا كنعرفوا ان جوج ديال الجماهير كتجمعوا عداوه كبيره وصراعات كبيره على مرور السنين، بحيث كيتنافسوا الفرق ديالهم مع بعضهم وطراو بزاف ديال المشادات، بحيث فرقه كدير الاخرى البطوله ولا التروفي ولا كاس العرش. هادشي كامل خلى واحد الاحتكاكات تكون كبيره ما بين هاد الجماهير على مرور السنين اللي كانت طويله، حتى اداو انهم يبقاو يتمنع التنقل ديال كلا الجماهير في ذهابا وايابا مع بعضياتهم فاش كيكونوا لاعبين. فحضروا الجماهير وحضروا بواحد الكثافه اللي هي كبيره وساندوا الفريق ديالهم، وكرويا كان فريق الجيش الملكي مسيطر واحد السيطره اللي هي كبيره، تكتيكيا بالمدرب الدهاء ديالو الكروي واللعابه اللي متعونا وعطاونا واحد الفن كبير، عكس فريق الرجاء اللي ما متعش الجماهير ديالو كرويا وبان ضعيف داخل الملعب ديالو، وما بين قرابه 30 حتى 40 الف مناصر من المشجعين ديالو. فكان الماتش عادي، كانوا بعض الهتافات من جماهير الرجاء وبعض الهتافات من جماهير الجيش اللي اداو واحد الحماس كبير اللي غطاو على داك لعبه الكروي ولا داك الريتم الطايح اللي كان في الماتش، اللي فقط سيطرات فيه فريق الجيش الملكي بالطول والعرض، واداو انهم يماركيو البيت الاول والتحدث، واداو انهم يكونوا عندهم بيلانتي والتحدث ولا تحيد لهم من طرف الحكم والفار. وهذا الشيء اللي خلى هذا الماتش يزيد يكبر ويزيد يتشهر في مواقع التواصل الاجتماعي من بعد المساله، بحيث طرا واحد الجدل كبير على ان الحكم ما خداش قرارات مناسبه في هذا الماتش، بحيث ان الهدف كان هدف سليم في راي بزاف ديال الاختصاصيين والحكام والجماهير المغربيه
حتى من جماهير فريق الرجاء كانوا بعض الناس كيقولوا ان الهدف صحيح، بحيث الكره ضربت الانس الباش في كرشو وطاحت ومن بعد تم التسديد ديالها. والبيلانتي الخبراء كيقولوا انه بيلانتي صحيح، حيت تمت عرقله الفحلي من طرف بن العمري في مربع العمليات، فهذا كيتعتبر كذلك بيلانتي. والبيلانتي الاول اللي ضربات الكره ديال رضا سليم في يد بدر بانون، حتى هذا كيقولوا الناس انه بيلانتي. فالقرارات ديال الحكام لم تكن صائبه بحال هذا الماتش اللي هو كبير وكبير. حنا كنعرفوا ان التحكيم الوطني ضعيف بزاف، لا يليق بحال هاد المقابلات كيكونوا كبار بحال الكلاسيكو والديربي المغربي. فكنتمنوا ان التكوين المغربي يزيد يكبر ويزيد يكون واحد التدقيقات في لي سي في ولا في الطلبات ديال التحكيم وفي التكوين ديال التحكيم المغربي باش نزيدوا بهذه البطوله لقدام. فيعني شاب هذه المقابله واحد لعبت كبير من طرف التحكيم، وفي الدقيقه بالضبط 60 توقف الماتش حتى الدقيقه 70 بطرف الفار. وفي هذه اللحظات بالضبط تم اقتحام الملعب من طرف الياس المالكي. الياس المالكي ولا من لا يعرفه، ففقط فلاشين ديالنا دوينا عليه ما مره ما جوج ما ثلاثه بل بزاف ديال المرات، وعرفنا الانجازات اللي دار في الكينغز ليغ وكذلك الانجازات اللي دار في الويب المغربي. فالناس كاينين بزاف ديال الناس كيتابعوه وكيبغيو، وكاينين بزاف ديال المعارضين ديالو حيت كيقولوا انه كيصنع التفاهه، وهذا الشيء ما خدامش الشباب ديالنا المغربي، وكينشر لهم واحد القيم اللي هي ماشي واعيه. فبعض الناس قالوا انهم خصهم يكونوا معارضين ليه، ومنهم فريق جماهير الرجاء البيضاوي. فطرات بعض المشادات بينه وبين فريق الجمهور الرجاء البيضاوي، مما خلاه انه يهبط ويمشي متجه نحو جماهير الجيش الملكي ويفرح معاهم ويحاول يلقي لهم تحيه وعلى الكابو ديال الالتراس ديالهم. ف من بعد التقطوا الامن وخرجوه تحت صافره استهجان ديال فريق الرجاء ولا ديال جمهور فريق الرجاء، وكيرميوه بالقارورات وباي حاجه في يديهم. فقدروا انهم يخرجوه وقدروا انهم يسيطروا على الوضع من بعد على فريق على الجمهور ديال فريق الرجاء. وبزاف ديال الناس دواو قالوا انها تصرف ديال الياس المالكي كان تصرف سبياني، تصرف ما معودش على بعض ولا ما معودش على بعض الكونتوني كرياتور اللي كيكونوا كبار ما خاصهمش يديروا بحال هكا. وكيقولوا بعض الناس انه كيدير هكاك غير ضد فريق جمهور الرجاء، وكاينين الناس اللي كيقولوا بصح انه كيبغي جمهور الجيش وكيبغي فريق الجيش الملكي، حيت كنعرفوه هو فريق المغاربه كلهم، سواء كنتي معارض ليه ولا ما معارضش ليه فكيبقى فريق المغاربه كلهم. فهذا الماتش تميز بزاف ديال الحوايج، من بعض ان بعض الشباب تشدوا فيه لا من جمهور فريق الرجاء ولا من جمهور فريق الجيش الملكي، في بعض انهم هزوا الاسلحه البيضاء وتعداو على الناس. فهذا الشيء لا يشرف كره القدم المغربيه ولا يشرف بجوج من اعرق الاقدم الفراقي تاريخيا وبالالقاب ديالهم وكرويا وجماهيريا في المغرب وفي القاره الافريقيه وعلاش لا في العالم. كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى منكم تعطيونا الاراء ديالكم في الكومنتير وتقولوا لنا واش التصرف الصبياني اللي دار الياس المالكي واش خصو يتعاقب عليه ولا لا، ولا كان شي واحد من ولاد الشعب اللي هبط من الجماهير ديال الرجاء ولا الجيش واش كان غادي يتصرفوا مع البوليس بنفس التصرف ولا لا. وكنتمنى منكم تقولوا لي في الكومنتير واش انت كتشجع الجيش الملكي ولا الرجاء البيضاوي ولا شي فرقه من فروق المغرب. بيس.